قهوه بالتمر على شكل كورني، كتجي زوينه وسهله بزاف، مغايره للشكل اللي كنحضروا باللوز او الكاوكاو. هنا اختاريت نحضروا نجربوا بالتمر والكركاع، كيجي زوين بزاف وسهل، الطريقه ديالو سهله وكيجي رائع في الشكل ديالو حتى المذاق. ندوزو مباشره للمقادير. هنا عندي 500 غرام ديال التمر معجون، عندي كاس ديال الكركاع مهرمش، تقدري ديري بلاصتو زنجلان، تقدري ديري كاوكاو محمر ومهرمش، شويه القرفه ومعلقه ديال الزبده، وغادي نحتاج معلقه ديال المزهر باش غادي نعجن الخليط. صافي هنايا غادي ناخذ التمر ونضيف عليه الكركاع، معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال المزهر. صافي وغادي نعجن هاد الخليط ديالي حتى يتجانس الكركاع مع التمر. غادي نحصل عليه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزيت باش ما يسقليش التمر في يدي، غادي ندهن شويه ديال الزيت وغادي ناخذ العجين ديال التمر، غادي نحربلو على شكل كورني، يعني نعطيه شكل كورني. ناخذ هكا التمر وندرقق فيه من الاسفل ونعطيه شكل كورني كما كتشوفوا. صافي غادي نستمر نصاي معكم واحده اخرى، وغادي نستمر حتى نكمل العجين ديال التمر كامل. مساعده مع الزيت باش هكا ما يلصقش التمر في يديك. كنبقى نصايفي بهذه الطريقه حتى كما كتشوفوا كملت التمر ديالي كامل. هنا العجين راني حضرتها في الفيديو اللي قبل في الحلوه ديال الكاوكاو، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنايا غادي ناخذ العجين وغادي نورقو، يعني خصك يعني تورقيه مزيان حتى يولي العجين رقيق بحال الشكل ديال كعب الغزال، ما يكونش غليظ بزاف. غادي نستمر انايا نسرح العجين. صافي غادي نستمر حتى نقاد العجين ديالي. من بعد غادي ناخذ مول دائري، الحجم ديالو يكون متوسط كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وغادي نطبع العجين ديالي كامل بهذا المرشم على شكل دائري. صافي غادي نستمر، غادي ناخذ العجين كما بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غادي ناخذ الحشوه ديال التمر، يعني الشكل العادي اللي كنحضروا به كورني ديال اللوز، غير هذا درت الحشوه ديال التمر. غنتني واحد الطرف فوق الحشوه كما كتشوفوا، وغادي ندور الكورني ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نسد الجوانب مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ المرشم. غادي نحاول نرقق شويه الكورني من الاسفل باش نعطيه هذيك لا فورم ديال الكورني. صافي وغادي ناخذ المرشم نقاش، وغادي نقش هذا الكورني. هنا بالنسبه للنقش يعني كل واحد كيفاش كيدير. تقدري هذيك النقش الوسطاني ما ديريش، ديري غير اللي في الجوانب، حتى هو كيكون حتى هو كيعطي واحد الديكور زوين. انا اختاريت ندير له بحال هكا كما كتشوفوا، ساهل ودغيا كتوجديه وكيجي رائع، يعني حلوه اللي سهله ومغايره شويه اللي كنديروا ديما. صافي هنايا غادي نستمر الطريقه اللي وريتكم.
حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وغادي نخليه تقدري هنايا تقدري طيبيه يعني في نفس النهار، تقدري تخليه حتى يعني يوم كامل ما كيوقع له حتى شي حاجه، بالعكس كتبقى هذيك النقشه شاده في الحلوه وكتبقى باينه بهذا الشكل هذا. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله، نحتفظ به ونخليه حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نطيبه. قبل ما غنطيبو غادي ندير له شويه ديال اللوز مهرمش. هنايا كما كتشوفوا كتغير اللون ديالو لان خليته يوم كامل، غطيته خليته. هنايا غادي ناخذ شويه ديال البيض وغادي نغطس الوجه ديال الكورني في اللوز مهرمش. غادي نستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله وغادي ندخلو يطيب عادي. كما كتعرفوا هاد النوع العجين ما كتبغيش طياب بزاف، يعني تقريبا واحد 15 دقيقه صافي تيكون واجد. صافي كما كتشوفوا هذا هو الكورني ديالي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق، وشكرا بزاف على المشاهده.